شهدت مديرية الدريهم بمحافظة الحديدة احتفالا كبيرا أقامه التجمع اليمني للإصلاح بالذكرى الثانية لانطلاقة الثورة 11 من فبراير، وتأييدا للحوار الوطني وتجسيدا للمطالب الحقوقية لأبناء تهامة التي عوقبت منذ عقود بالنهب والحرمان. إن الثورة الشبابية الشعبية السلمية هي الميلاد الحقيقي لإرادة الشعب اليمني التي لا تقهر. المهرجان الذي نفذه التجمع اليمني للإصلاح تحت شعار نعم للحوار جاء متسقا مع تطلعات أبناء السهل التهامي لتجاوز أزمنة القهر والظلم والاستعباد الذي مارسه النظام البائد تجاه أبناء الريف التهامي. هدف سبتمبر وأكتوبر أكملته ثورة 11 من فبراير، فسقط الظلم وإلى الأبد إن شاء الله، وتحرر الشعب وإلى ما لا نهاية إن شاء الله. نحن لابد أن نعيش يدا واحدة من أجل أن نقول للظالم أنت ظالم. شعرا ونثرا وإيقاعا تغنى الجميع من المشاركين بالمواقف الوطنية للتجمع اليمني للإصلاح وحضوره الفاعل مع أبناء تهامة في نضالهم من أجل الحرية والكرامة ومواجهتهم للتسلط والاستبداد والنفوذ. شراكة وطنية فذة في دولة مدنية تؤثر تسمو بها الأجيال في عزة وكل طاغ فاسد يقدر. قيادات سياسية وشخصيات اجتماعية ومشايخ وشباب وتكتلات ثورية شاركت في هذا المهرجان الخطابي ترسيخا للتوافق الوطني ووحدة الصف والحوار والتحرر من أسر الماضي والتطلع إلى مستقبل جديد يجد فيه أبناء تهامة تحقق حلمهم بالدولة المدنية والحياة الكريمة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مديرية الدريهم، محافظة الحديدة.